السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد حضراتكم عارفين طبعا إن كل حاجة بتتم في البلد دي من ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار اللي بنشوفه ما بين يوم والتاني أو ما بين ساعة والتانية، ده بيتم طبعا تحت تقرير أو تحت بيان أو تحت إصدار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ولذلك ده كله عشان يحل أزمة التضخم، وبالعكس يعني بنشوف ارتفاع أسعار بشكل غريب جدا وبشكل محدش يقدر يتحمل تاني أكتر من كده، ولكن ما زال التضخم بيزيد يوم بعد يوم. يعني عشان أوضحها يعني للناس بصورة بسيطة، عفوا لكل السادة المحترمين، زي المرأة الحامل كده والمية جفت من حوالين العيل، فيا أمة تولد قيصري، يا أمة العيل هيموت، يا أمة الأم هتموت، يا أمة هيموتوا هما الاتنين. وأنا شايف حالة التضخم اللي في مصر دي لو ما اتحلتش على الفور مصر كلها غير إفداعية. ولذلك سمعت بعض التقارير وأحد المصادر إن هيتم تغيير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أقرب وقت. دي المصادر اللي أنا سمعتها يا سادة يا محترمين، إن هيتم فعلا تغيير رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لأن البلد دي عايزة رئيس وزراء يكون فاهم اقتصاد، متفوق جدا في الاقتصاد عشان يعرف يدير أمور البلد. ولكن الوضع ده إحنا رايحين لطريق الهلاك، بل بالعكس احنا رحنا للهلاك واتهلكنا بما فيه الكفايه. دي الجزئيه الثانيه بخصوص المظاهرات اللي شايفينها طبعا، والعنوان اللي مكتوب وصوره الفيديو، الصوره المصغره. فعلا في مظاهرات وهتافات قويه وشديده جدا في محافظه جنة، احد محافظات الصعيد. نتمنى سلامه الوطن واراضيه، نتمنى ان الوضع يكون افضل واحسن من كده، نتمنى ان الامور ما تسقش اكتر من كده، نتمنى ان البلد يكون فيها حكام وليها ادارة يهمها مصلحة البلد ومصلحة المواطنين اكتر من كده. نتمنى من الله دائما وابدا ان ربنا يصلح الحال والاحوال، كما اتمنى من الله ان اراكم في افضل واحسن حال. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة لو اول مرة بتشوفونا وبتتابعونا، يشرفنا جدا تشتركوا معنا في القناة. اما بخصوص الناس اللي بتتابعنا وبتشاهدنا دايما، شرف كبير لينا ان تعملوا لايك على الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس، مع كامل احترام وتقدير لحضراتكم جميعا. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.